الحبايب الغاليين، جولة جديدة في اسطنبول، والجولة النهاردة في جولهانا بارك، واحدة من أقدم الحدائق الموجودة في اسطنبول، واللي يمكن محدش كتير بيفكر إن هو يروحها، رغم إن تقريبا كل الناس اللي بتروح اسطنبول بتزور كل الأماكن اللي حواليها. هنشوف النهاردة تفصيلات عن جولهانا بارك، وإن شاء الله بإذن الله لكل الناس اللي بتنزل اسطنبول لازم تروحوا هناك. حديقة جميلة جدا، كبيرة جدا، هتتبسطوا جدا جدا جدا. وخليني بقى أقول لكم أنا لما بحب أروح هناك بروح إزاي. أنا باحب أبدأ الرحلة بتاعتي عن طريق العبارة اللي هي بتمشي في البوسفور، سواء آخدها من الجانب الأوروبي من منطقة كاراكوي، أو من الجانب الآسيوي سواء منطقة كاديكوي أو منطقة أوسكودار. آخد العبارة لحد منطقة إيمينونو، ومن منطقة إيمينونو أبدأ أتمشى مشية لطيفة جدا جدا ساحرة لحد ما أوصل لجولهانا بارك والمنطقة المحيطة بيها. بس أجمل حاجة، أو من أجمل الحاجات في الرحلة دي وفي الجولة دي، هي رحلة العبارة والاستمتاع بسحر البوسفور. هنا احنا كده على وشك الوصول لمحطة العبارة الموجودة في إيمينونو. هقول لكم باختصار شديد جدا، دي محطة العبارة. احنا أول ما بنخرج من العبارة بنتجه ناحية الشمال، وهنفضل ماشيين في نفس الطريق اللي ماشي فيه الترام لحد ما نوصل لمنطقة سيركيجي. أما نوصل سيركيجي مفيش أي مانع إن احنا ناخد حاجة حلوة من عند صفا كده، هلقة لطيفة، أو نروح نقعد كده ناخد كوباية شاي وحاجة حلوة برضو سريعة من عند حافظ مصطفى، ونكمل جولتنا من سيركيجي لحد جولهانا. احنا كده بنتمشى في سيركيجي، وخليني اوريكم حاجة، بصراحة حاجة من الحاجات اللي هي المعتادة جدا هنا، ان هو في المطاعم المنتشرة في منطقة سيركيجي والسلطان احمد وخلافه لازم يجيبوا القسم بتاع الشغل الفلاحي، يجيبوا ستتين من السيدات التركيات من الريف التركي الجميل، يعملوا حاجة اسمها جزلمة. ده نوع من انواع الفطير اللي بيتعمل في الفرن، اللي هو اللي احنا شايفينه ده، بيتحشى اجبان، بيتحشى لحمة مفرومة، او بيتحشى سبانخ زي ما الست الجميلة اللي على الشمال دي بتحط. بصراحة حاجة جميلة وتقليد حلو قوي وشكل كويس، حتى الست البنوتة اللي هي هتقدم الأكل لابسة لبس تقليدي، والمطعم كمان الديكور بتاعه ماشي بشكل تقليدي. احنا هنسيبكم مع الجولة اللطيفة دي في منطقة سيركيشي لحد ما نوصل لجولهانا بارك اللي هي الهدف بتاعنا. طبعا الطريق ده بيودي في النهاية خالص لمنطقة السلطان أحمد ومنطقة آيا صوفيا، وبعد كده طبعا منطقة البازار، الجراند بازار، وكل المناطق اللي كل الناس اللي هي بتيجي اسطنبول بتيجي تزورها. بس طبعا مسألة إن أنا اللي أجي اسطنبول وأتغافل على إن أنا أخش أزور حديقة بالجمال والكبر اللي هي موجودة فيها جولهانا بارك، لا. طالما هاجي المنطقة دي هاخد التمشية الجميلة دي، هتمشى أشوف كل الأماكن دي. وطبعا هنا في خدمات كتير زي خدمات الصرافة، محلات أكل، محلات حلويات، محلات ملابس، كل حاجة متاحة. فطالما جيت يا ريت أروح الجولهانا بارك وأشوف الجمال بتاعها وأشوف التاريخ اللي فيها. طبعا ده محل من محلات الحلويات التركي والبن وخلافه. طبعا ده برضو السجاد الجميل، السجاد انا ما اعرفش طبعا هو سجاد تركي ولا لا، بس هو مايل شويه للسجاد الفارسي او الايراني.
حاجة عظيمة بصراحة. هي منطقة سركيجي من المناطق الجميلة أوي 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 اللي الواحد بيحس فيها إن هو رجع بالزمن لورا مع الحداثة اللي موجودة في المحلات. وده محل من محلات اللبس الشعبي أو اللبس الشرقي أو الشعبي لكل وطن ما. اللي عايز ياخد اللبس التقليدي الشعبي بتاع بلده هيلاقيه هنا، بصرف النظر عن اسم الوطن ونوعه والمقاس كمان، بنات وأولاد وكبار وصغيرين وستات ورجالة. جميل جميل بجد. شنط، اكسسوارز، طبعا الحلويات لا غنى عن اللي بيزور اسطنبول ان هو لازم ياخد جولة مع الحلويات التركي ومع الملبن التركي وجماله. جميل، ألوان وتنسيق وطعم طبعا وطعم. الواحد يجي تركيا لازم يحط تحاليل الكوليسترول على جنب يعني. طبعا أشكال الحلويات المختلفة الشرقية والغربية والتركية وخلافه، لا حاجة جميلة يعني. وده الملبن. طبعا الملبن هنا تركيا بتتميز بالملبن لأنه كمان بيتعمل من الفواكه الطبيعية. برضو الشكل، التنسيق، الاستخدام المكسرات وبالذات الفستق، واستخدام الورد واستخدام خامات كتير جدا 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 كلها طبيعية. طبعا جميل، وطبعا برضو من الحاجات الأساسية في زيارة تركيا. احنا كده قربنا نوصل عند السور اللي على الشمال ده، هنبقى كده داخلين على جولهانا بارك. هنكلمكم لما أول ما نخش جولهانا بارك هنكلمكم عن كل حاجة بتخص البارك الكبير ده. احنا كده في جولهانا بارك. احنا جينا بس في نهاية فصل الخريف. هي طبعا الحديقة دي لو جيناها في فصل الربيع بيبقى فيه مهرجان الزهور والتوليب بقى بألوانه الجميلة يعني. عامة هي جولهانا بارك واحدة من أقدم الحدائق الموجودة في اسطنبول. يعني بيجيها كتير قوي من السكان المحليين والسياح طبعا والسائحين. بس يعني احنا نتمنى ان كل اللي بيجي اسطنبول بالذات العرب يزوروا الحديقة دي، لأن هي فعلا ممكن يتاخد فيها صور جميلة والقعدة والاسترخاء فيها، كافيتريات فيها، مطاعم فيها، كل حاجة. الحديقة طبعا هي بترجع لعهد الخلافة العثمانية، وهي كانت بتعتبر الحديقة الخارجية لقصر توبكابي اللي هو كان قصر الإمبراطورية العثمانية لفترة طويلة جدا. كانت هي الوصول من الحديقة دي من وإلى الديوان الملكي يعني. طبعا هي قريبة جدا من كل وأشهر المعالم السياحية اللي الناس بتجيها، زي ما قلنا منطقة سلطان أحمد، آيا صوفيا، قصر توبكابي نفسه. الحديقة فيها إطلالة بانورامية روعة على بحر مرمرة وعلى البوسفور، وفيها مجموعة من المتاحف يعني أهمها متحف اسمه متحف التنظيمات. ده فيه صور وثائق لفترة هامة جدا جدا في الإمبراطورية العثمانية. وفي متحف من المتاحف المهمة جدا، متحف اسمه متحف العلوم والتكنولوجيا الإسلامية. الفترات الرائعة من عصر الازدهار الإسلامي. المتحف ده فيه نسخ طبق الأصل، مبنية لكل الأجهزة والأدوات اللي اخترعها أو طورها العلماء المسلمين من القرن الثامن للقرن الرابع عشر. في جوه المتحف ده خريطة العالم، صممها 70 من الجغرافيين والفلكيين في فترة 30 عام، قعدوا 30 عام يصمموها. الكلام ده في القرن التاسع. الحديقة جميلة، بننصحكم بزيارتها. طبعا احنا ما صورناش كل حاجة في الحديقة، بس حبينا ان انتوا تشوفوا الامور فيها كده سريعا، بحيث ان احنا بس نفتح نفسكم ان شاء الله باذن الله. انتوا لما تيجوا اسطنبول لازم تيجوا الحديقة وتلفوها كلها وتتصوروا في كل مكان فيها. وان شاء الله باذن الله يعني ايه المرات الجايه نقدر ان احنا ان شاء الله نصور لكم تفصيلات اكتر من كده.
بس إحنا حبينا بس ندّيكم فكرة سريعة، وندّيكم فكرة سريعة عن المنطقة. إحنا قُلنا إحنا جينا من مينونو، مشينا شمال بعد محطة العبارة، رُحنا سركيجي، اتمشينا بعد كده في سركيجي تمشية جميلة، دخلنا الحديقة، بعد كده ممكن نطلع من الحديقة نروح بقى منطقة سلطان أحمد وآيا صوفيا، ونكمّل على المنطقة اللي فيها لحد ما نوصل الجراند بازار. ممكن نمُر على المنطقة اللي فيها ضريح السلطان عبد الحميد وبعض السلاطين وبعض الناس من الأسرة المالكة. طبعًا ده آثار الخريف الجميل، خلّينا نسمعه قبل ما نودّعكم من الجولة الجميلة دي. إحنا بنتمنى الجولة السريعة دي تكون نالت إعجابكم، وإن شاء الله بإذن الله يعني هنجيب لكم جولات. إحنا ما بنحبش يعني نجيب الجولات بتفاصيلها الكتير أوي. طبعًا في ناس كتير جدًا بتعرض بالتفاصيل، وأكيد أنتم شُفتوا صور وتفاصيل كتير للمكان ده ولغيره، بس إحنا بنحب ندّي فكرة سريعة عن المكان. وإن شاء الله بإذن الله لكل الناس اللي هتيجي إسطنبول تستمتع بزيارة كل مكان فيها، وكل مكان في كل حتة. ودايمًا دمتم سالمين، ومستنيين اشتراككم في القناة، واستمتاعكم بكل المحتوى الموجود فيها، وتعليقاتكم واقتراحاتكم عشان نقدر إن إحنا نطوّر محتوانا بشكل يسعدكم إن شاء الله. دمتم سالمين.